مساء الخير عليكم عشاق وجماهير النادي المصري في كل مكان. حلقة اليوم: هل تاهت صفقات المصري؟ أين صفقات المصري؟ ومحدش يقول لي يعني يا عم انت مالك. لأ، احنا جمهور النادي المصري وبنحب النادي المصري. المصري السنة دي استغنى عن أكتر من 12 لاعب. على الأقل لازم نجيب بتاع 10 صفقات يسدوا الثغرات بتاعة الفريق. واحنا قلنا السنة دي هتكون صفقات على أعلى مستوى. تخيل لغاية دلوقتي يعني صفقتين أفريقيتين تقريبا، أو لسه في الصفقة التانية ما كملتش. يعني 3 صفقات. ما هو زياد فرج كان عندك ورجعته، وأيمن منصور. وهل زياد فرج هو ستوب؟ مفيش. المفروض تعيره تاني، لأنه مش برضه لما راح ما جابش ولا جون وعلى نفس المستوى. إذا السنة دي مفيش صفقات. عندك هتبيع الحارس، الحارس المرمى خلاص رايح بيراميدز جاد. وهل احنا ماشي محمد ثروت او يعني حارس المرمى ماشي كويس، بس احنا محتاجين حارس برضو مرمى قوي. وبعدين تديه البيراميدز، ما انت محتاج حارس مرمى. وهل لو انت جبت حارس مرمى ما انت هتحتاج تجيبه ملايين. واحد يقول لي ما خلاص عقده هيخلص. طب احنا كنا فين؟ ما خليناهوش يمضي يعني من زمان ليه؟ تعالى لصفقة الساعي. هل الساعي يعني هي الصفقة يعني اللي هي طب؟ استحالة. انا اراهن ان الساعي ده اصلا لو كان قاعد في الاهلي والمصري كان هيبيعه ببلاش. لان ما تقنعنيش ان ده الصفقة اللي هي ابدا. ده ما الاهلي ما صدق يتخلص منه بصراحة كده، نتكلم بصراحة. لان ما كانش في نادي في مصر هياخده. ما كانش في نادي في مصر هياخده. فما صدق ان المصري يقول لك اعاره. يمكن يتألق مع النادي المصري، والاهلي هو حاطط رجل على رجل يقعد يسوقه لاي نادي. هي دي الحقيقه. احنا بص، احنا مش هنضحك على بعض. طب ما الاهلي سايب نجوم، كريم نيدفيد ومش عارف لعيبه تقيله. طب انت ما خدتش اي لاعب منهم ليه؟ اشمعنى الساعي؟ ما انا بستغرب. والساعي يعني ما كانش بيلعب وما كانش الاسطوب ولا بتاع. ليه؟ الاهلي عايز، يعني نتكلم بصراحه، الاهلي عايز